بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على مرض تاني من الأمراض المناعية وهو مرض الروماتويد. الحقيقة مرض الروماتويد من الأمراض المناعية اللي بتظهر فجأة وبتصيب المفاصل الصغيرة، خاصة مفاصل الإيد والرزغ. طبعا أما الواحد بيبدأ يحس بالموضوع ده يبدأ يحس في ألم في المفاصل بتاعة الإيد، ألم في الرزغ، تيبس كده في عضلات الإيد أول ما بيقوم من النوم. المرض ده بيبقى أكتر في السيدات وفي فترة الشباب من 15 ل 45، لأن هرمون الإستروجين بيأثر في هذا الموضوع. في حاجات بتزود خطورة المرض، طبعا التدخين والستريس والضغط العصبي، لكن بيبقى فيه استعداد جيني اكيد للمرض. برضو من الحاجات اللي بتأثر الفاست فود او الاكلات السريعة، المياه الغازية والكافيين اللي هو الشاي والقهوة والنسكافيه والكلام ده بجمعيات كبيرة بتزود نشاط المرض. الجو الحر وقلة السوائل ايضا يزودوا نشاط المرض. طيب، المرض ده بيصيب المفاصل بس؟ لا، هو الحقيقة ممكن يصيب كمان القلب، ولذلك حتى لو الأعراض بسيطة والدنيا كويسة لازم نبدأ العلاج والمتابعة بشكل مستمر عشان ما يعملش تشوهات شديدة في المفاصل تعيق حركة المريض بعد كده ويبقى عاجز، وكمان عشان ما يوصلش للقلب وبيعمل أعراض ممكن تخليه مريض قلب طول عمره. المرض بيتشخص عن طريق الروماتويد فاكتور الار اف زائد الانتي نيوكلير انتي بودي اللي هو الاي ان اي، بالاضافه للاعراض المرض وبالاشعاعات المقطعيه او الاشعاعات العاديه على المفاصل. المرض علاجه جزء منه حاجات مثبطه للمناعه واهمهم الكورتيزون، بس بيبقى بجرعه صغيره، بالاضافه لادويه تانية زي الميثوتريكسيت، ممكن تدي بقى ادويه مساعده زي حمض الفوليك، كلام من ده. بالاضافه انك بتحاول انك تعمل تدي حاجات تقلل تشوهات المفاصل وتدعم المفاصل وحاجات مضادة للالتهاب. العلاج عايز متابعة شديدة عشان ما يحصلش اي مضاعفات في المستقبل. مرض الروماتويد من الامراض الغلسة جدا، والمهم جدا ان احنا نتابعها وتكون حالتنا مستقرة، وحتى لو في استقرار بنتابع كل فترات بالتحاليل والكشف الدولي لدكتور روماتيزم. اتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.